اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم الصحة واحسن حال. اللهم امين. وحشتوني وحشتوني كتير 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 من اخر فيديو نزلناه مع بعض. يلا بينا بقى النهاردة فيديو جديد كده هنعمل مع بعض وصفة حلوة وسهلة ولذيذة، وكمان تدفينا في السقعة دي، السقعة اللي احنا فيها دي مش محتاجين اي حاجة غير الصواني والطواجن. فيلا بينا نعمل صينية مكرونة بشاميل كده بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. قبل بقى ما ندخل في الفيديو كده، حابة اطلب من حبايبي الحلوين اللي لسه بيتفرجوا معايا على الفيديوهات وما عملوش سبسكرايب للقناة، بتمنى تنوروني بالاشتراك من زر الاشتراك اللي موجود تحت الفيديو باللون الأحمر عشان تنضموا لعائلتنا الصغيرة، وإن شاء الله بإذن الله تكبر أكتر وأكتر بيكم. يلا بينا بقى نشوف هنعمل إيه. هنعمل صينية مكرونة بخطوات سهلة وبسيطة قوي. صينية مكرونة كده بتاعت أيام زمان كده، اللي كنا يعني كلنا بنتجمع عليها كده وما بنختلفش عليها أبدا. أول حاجة طبعا مادام هنعمل مكرونة بشاميل، فأول حاجة عملتها إن أنا غليت اللبن، وهبتدي بقى ان انا اعمل العصاج. فرمت بصلتين او 3 على حسب كمية اللحمة. انا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة. هستخدم لها يعني هستخدم 3 بصلات حجمهم وسط، فرمتهم فرم ناعم، وهبتدي بقى احط في صينية كده او طاسة او ايا كان اللي انا هستخدمه على النار. المادة الدهنية بتاعتي حطيت معلقتين من الزيت، وعليها معلقتين كبار من السمنة. فرمت البصلة فرم ناعم، وهبتدي ان انا مش هنزل بيها على السمنة الا لو السمنة بتاعتي كانت سخنة كويس جدا، تمام، عشان البصلة معايا ما تنزلش المية بتاعتها وتشرب السمنة يعني، وما تتحمرش معايا كويس. لازم انزل بيها على السمنة وهي سخنة. نزلت بالبصلة على السمنة، وهبتدي ان انا احمرها او هدبلها. بس يعني انا مش عايزاها تاخد لون غامق، يعني عايزاها تبقى لونها فاتح. بعد ما حطيت البصلة على النار، هبتدي بقى افرم كمية الطماطم المناسبة اللي انا محتاجاها يعني معايا. بعد كده البصلة خلاص كده، بصوا اخدت معايا اللون الذهبي الفاتح قوي، يعني مش هخليها تدخل في غمقان خالص. اول ما وصلت معايا للون ده، هبتدي انزل عليها بكمية اللحمة المفرومة على حسب الكمية اللي انت عايزاها. ممكن تعملي نص الكمية دي او ممكن تعملي ضعف الكمية دي، على حسب عدد افراد اسرتك وعلى حسب الكمية اللي انتي محتاجة تعمليها. اول ما بنزل باللحمة المفرومة على البصلة، لازم من في الوقت ده النار تبقى عالية معايا كويس جدا، عشان اللحمة ما تنزلش المية بتاعتها ومسامها تتقفل كويس. وحاولي يعني غطي عليها دقيقتين بدون اي بهارات. اول ما تحسي ان هي غيرت لونها وفرفرت كده من بعضها كويس قوي، ابتدي بقى انزلي بالبهارات بتاعتك عليها عادي خالص. هنبهر بايه؟ هنبهر بالبهارات اللي احنا عاملينها مع بعض. لو مش متاحة بهاري بالسبع بهارات او اي بهارات مشكلة للحمة موجودة عندك. وهنبهر بفلفل اسود، يعني البهارات بتاعتنا احنا طبعا عارفين احنا حاطين فيها ايه وعاملين فيها ايه. احنا حاطين فيها اكتر من 21 بهار، فهي حلوة قوي في تتبيلات كتير جدا. وفلفل اسود. بعد ما حطيت البهارات وقلبتها كويس جدا، كان معايا بقى حبيتين من الفلفل كده، فرمتهم برضو في الكبة فرم وسط، مش ناعم قوي، يعني زي ما انتم ملاحظين كده ان هم حتت الفلفل ملحوظة باينة معايا. هبتدي انزل بيهم على اللحمة المفرومة، وهقلبهم كويس جدا. اول ما هشم ريحة الفلفل، يعني هقلبهم وهسيبهم كده دقيقتين 3. اول ما هشم ريحة الفلفل، هبتدي انزل بقى بعصير الطماطم الكمية المناسبة اللي انا محتاجاها للحمة. مش هأيدك بكمية معينة، لان طبعا كل أسرة عددها مختلف عن الباقي، فتعملي على حسب عدد أفراد أسرتك. بعد ما نزلت بالعصير الطماطم، في الوقت ده بقى هنزل بالملح. يعني الملح على العصاج آخر حاجة بننزل بيها خالص. في حلة تانية بقى جنبي كده على النار، تعالوا بقى نعمل بشاميل كده سهل ولذيذ كده وسريع قوي. حطيت معلقة كبيرة أو معلقتين من السمنة، وهضيف عليهم 4 معالق كبار من الدقيق، لأن أنا هستخدم كيلو وربع من الحليب. في الوقت ده انت ممكن تلاحظي في حلة برضو تانية جنبي بسلق المكرونة، يعني في الوقت ده انت ممكن تلاحظي ان البشاميل او الدقيق مكلكع. لا، هو مش مكلكع، هو عادي فاكك جدا. بصوا مجرد ما هضغط عليه بالمعلقة هو فاكك، بس هو محتاج سمنة، وانا مش حابة ازود سمنة اكتر من كده. لو انت حابة تزودي سمنة
عادي ممكن تحطي السمنة، هتلاقي الدقيق فاكك خالص في السمنة وبيبقلل كده وبيغلي فيها بكل سهولة. بس انا عشان مش حابة ازود سمنة اكتر من كده على البشاميل، فهيبقى معايا بالشكل ده. بس مجرد ما هنزل عليه اللبن وهفككه هيتفكك عادي خالص بكل سهولة. بعد ما حمرت الدقيق واخد معايا اللون الذهبي الفاتح وشميت ريحته بتبقى مميزة بتشميها، هبتدي انزل هاخد بس مغرفتين من مية سليق المكرونة. هاخد بس مغرفتين وهبتدي افكك الدقيق معايا كده واحده واحده خالص. هدي بس النار عشان ما تتلسعيش ايدك، ما يطلعش عليها بخار فجأة فتتلسعي. هدي النار خالص وابتدي انزلي بمغرفتين 3 من ميه سليق المكرونه، وقلبيها كويس جدا. وبعد ما تقلبي الخليط بتاعك كويس قوي وتحسي ان الميه اللي انت حطيتيها خلاص تاهت او دابت مع الدقيق، هبتدي بقى في المرحله دي انزل بكميه اللبن بتاعتي كلها. بعد ما هنزل بكمية اللبن بمعلقة بقى قوية كده، ضرب متواصل قوي او بالمضرب السلك، وابتدي فككي الدقيق بتاعك كويس جدا لغاية ما يعني تحسي ان خلاص مفيش تكتلات خالص من الدقيق باينة معاكي. اول ما تحسي ان خلاص مفيش تكتلات من الدقيق ملحوظة او ظاهرة معاكي في البشاميل، هبتدي بقى ان انا يعني املحه، يعني احط له الملح بتاعه والفلفل الاسود ورشة من البهارات. حطيت كده الملح وحطيت كمان فلفل اسود، وكمان هحط رشة من البهارات المشكلة اللي احنا عاملينها، بتعلي تست البشاميل قوي. هي بصراحة البهارات دي بتعلي تست اي حاجة بتضيفيها ليه، يعني حلوة جدا، بتمنى تجربوها. اللي ما شافش الفيديو بتاعها هسيبهولكوا، هيظهر معاكي دلوقتي في الاي فوق، وكمان هيظهر معاكي في اخر الفيديو لو حابة تدخلي تشوفيه وتشوفي احنا ضفنا بهارات ايه وعملنا البرطمانات الجميلة دي ليه دلوقتي الاستخدام دلوقتي، وان شاء الله باذن الله كمان تكفينا في خلال شهر رمضان ان شاء الله. خلاص كده انا البشاميل اللي معايا بقى جاهز، وهو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاه اتقل من كده عشان حابه ان المكرونه تتشربه ويبقى فيها صوص بشاميل كتير كده زي المكرونه اللي كنا بنعملها زمان ونتجمع كلنا عليها كده كاخوات كده واهل كده وما كناش بنخلي فيها اي حاجه بصراحه من كتر جمالها يعني. خلاص كده المكرونه معايا اتسلقت والعصاج كمان جاهز والبشاميل. هجيب بقى الصينيه المناسبه للكميه اللي معايا. انا استخدمت صينيه مستطيله يا دوبك مناسبه لكميه المكرونه، يعني الصينيه اللي انا هستخدمها مناسبه للحجم الحاجه اللي معايا. بدات انزل بكميه او نص كميه المكرونه في قاع الصينيه، وبعد كده بدأت ان انا اشربها كده بشوية من البشاميل. قلبتها كويس جدا وفردتها بالتساوي في قاع الصينية، وبعد كده هبتدي افرد عليها طبقة من العصاج. حطي بقى اللحمة على حسب ما انت عايزة، حابة تزودي شوية حطي، حابة تقللي براحتك على حسب ما انت عايزة. انا هنا كده حطيت كمية اللحمة وبعد كده فردتها كويس جدا. طبعا بتحطي الطماطم برضو، العصير الطماطم او بتقلليه على حسب ما انت عايزه. لو بتحبي يبقى المكرونه ظاهر فيها الطماطم او تبقى لونها احمر زودي طماطم، لو مش بتحبيها حمرا فممكن عادي تحطي طماطمتين كفايه، او من غير طماطم خالص عادي جدا، بس احنا بنحبها كده. خلاص كده بعد كده حطيت بقى تاني طبقة من المكرونة فوق العصاج، وبعد كده بقى هبتدي اشرب المكرونة وهقفلها خالص بالبشاميل. بس بحاول اوزعه. طبعا هو عشان الصوص او البشاميل بتاعي انا مش متقلاه خفيف، فطبعا انتي بتحطيه وبتحسي ان هو بينزل معاكي لتحت عادي جدا. احنا هنحط الكمية بتاعتنا كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه لغاية ما اتأكد ان خلاص كده الصينية كلها اتشربت من البشاميل، وكمان السطح بتاعها من فوق متساوي بالبشاميل كويس قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده بالظبط. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. هحطها الاول في الرف اللي تحت مثلا شوية، مثلا نص ساعة مثلا او تلت ساعة، وبعد كده هولع لها الشواية 5 دقايق. و هنا كده خلاص كانت استوت معايا. ممكن الشوايه بس جت عاليه سنه بسيطه بس عليها، بس ما كانتش عاليه قوي بصراحه. وبصوا واحنا بنقطعها جوسي من جوه خالص وطريه، مش ناشفه، متشربه البشاميل كويس قوي. طبعا انا بغرفها وهي سخنه جدا، سخنه قوي. لو كنت صبرت عليها شويه كمان كانت هتطلع معايا قطع ماسكه نفسها اكتر من كده، بس عشان طبعا هي لازم نطفي عليها النار على طول، نغرفها على طول.
فزي ما انتوا شايفين كده، الناس بقى اللي بتحب الصوص البشاميل يبقى كتير ويبقى تبقى المكرونة معاكي جوسي وحلوة، جربي الوصفة دي، وبتمنى يا رب ان شاء الله بإذن الله تعجبكم.